بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لولا وجود الحب في حياة الإنسان لضاع المعنى من الإنسان ولضاعت أحلام الإنسان، والحقيقة لضاع الإنسان. خليني أسألك سؤال، الحب مهم بالنسبة لك؟ هل الحب فعلا مهم بالنسبة لك؟ هل ممكن تسمح للحب أن يكون في حياتك؟ هل بتشوف العالم من منطلق وجهة نظر الحب؟ عارف في قصة بسيطة جدا حصلت، ان في 4 رجاله راحوا في بيت كان في كوخ كده في غابه، وكانوا تعبانين وجعانين، خبطوا. طلعت لهم واحده ست كبيره قالت لهم انا ما اقدرش ادخلكم لان جوزي نايم. فبعدها بساعه جوزها صحي وقال لها ازاي تسيب الناس دول؟ هوب يعني دول ناس، احنا ناس كرم. اطلبي منهم حد بس واحد منهم يدخل. فقالوا لها يعني احنا الحقيقه لازم بس واحد مننا هو اللي يخش، مش هنقدر نخش احنا ال4 في الوقت الحاضر، لكن جوزي قال واحد بس منكم يخش. قالت له طب اذا كان واحد مننا اختاري واحد. طب ادينا اساميكم. قالت لها واحد قال لها انا اسمي الحب، الثاني قال لها انا اسمي السعاده، الثالث قال لها انا اسمي المال، والرابع قال لها انا اسمي العلم. فراحت للعيله بنتها وجوزها نختار مين؟ فيعني جوزها قال احنا محتاجين شويه فلوس. قال طب اذا كان محتاجين الفلوس، البنت قالت لا احنا محتاجين سعاده، والام قالت الحقيقه احنا محتاجين الحب. فتعالى ناخد الحب وهو يخش عندنا. قالت له يا جماعه مين فيكم الحب؟ قال لها انا. قالت له اتفضل. راح داخل الحب، راح واخد معاه السعاده وياخد معاه المال واخد معاه العلم، لان الحب بياخد كل دول معاه. الحب مهم بالنسبه لك؟ هل انت بتقول مثلا ممكن تقول انا مش عارف احب ازاي، او انا بحب الناس ما حدش بيحبني؟ ايه السبب؟ هل يا ترى بتحصل لك دي؟ ساعات بتحصل لنا كلنا، تقول انا حاسس ان انا مش محبوب، مش عارف ليه، ده انا ببذل مجهود كبير جدا عشان الناس تحبني. هو ده عشان بتبذل مجهود عشان الناس تحبك. الحب ان احنا نحب ونتحب ده ثالث احتياج من احتياجات الانسان ال10 من البقاء، لضمان البقاء ان احنا نحب ونتحب، ومعاها نمبر 4 التقدير مننا ومن الاخرين. وماشي، يبقى معنى كده ان احنا نحب ونتحب مهمه جدا. انت عارف لما اجي اقول لك الحب ان احنا نحب، يبقى انت بتحب في الله وبتحب لله وبتحب في المولى سبحانه وتعالى. الحب ده حاجه عارف بتبقى كل حته فيك بتتحرك عشان تخدم، عشان تقدر تقول الناس بتحبني، يبقى انت بتحبهم الاول. حبك لهم طالع من قلبك، ما انتش بتفتش على حاجه عايزه منهم، عارف بتساعدهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. هتلاقي. خليني بقى اسالك سؤال تاني، هل يا ترى تقدر تقول بسهوله لحد انا بحبك؟ عارف من اسهل الطرق اللي تقولها، تقول له على فكره انا بحترمك جدا وبعدين بحبك في الله. هتلاقي كلمه الحب تعدي بسرعه جدا. فمن اول اللحظه دي حب في الله سبحانه وتعالى. تقول للشخص انا فعلا بحبك في الله، انا بقدرك جدا وبحترمك جدا، وفعلا انا بحبك في الله سبحانه وتعالى. طالما انت اصبحت انت حب، لازم تعرف معنى الحب وتصبح انت حب، فبتدي الحب للناس. عارف ساعات انسان يقول لك انا بحبك اكتر مني، ما اقدرش، لان لو انا ما عنديش حب جوايا هحبك انت ازاي؟ لو انا عايز ادي لك تفاح وما عنديش تفاح هديهولك ازاي؟ لازم اشتري تفاح عشان اديلك. يبقى لازم انت تعرف معنى الحب وتصبح هذا الحب ثم تعطي هذا الحب. دي حاجه في منتهى الروعه. عارف انك تحب الشخص اللي انت بتحبه، قول انك بتحبه في الله، ضمه، قرب منه، ساعده، اخدمه، اتصل بالتليفون دلوقتي على طول تقول لحد على فكره انا بقالي مده كبيره ما كلمتكش، ازيك، على فكره بحبك في الله. مش عاوز منه حاجه، بس كده هتلاقي حياتك كلها اصبحت بتشوف الناس وبتشوف العالم من منطلق الحب. ومجرد ما تنقض انا بحب ما حدش بيحبني، وقعدت في الذات السفلى وفي الايجو اللي هو الغرور اللي بيتكون لنا على طول من اول ما نفهم ادراك لمعنى في الدنيا، يتكون لنا الغرور على طول. اول ما تاخد الغرور وتبدأ تنقد أو تحكم أو تقارن، أو عارف أول ما وصلت لدول وصلت، أنا بسميهم القتلة ال3، اللوم والنقد والمقارنة. طالما وقعت لدول بتبدأ بعد كده تحكم على الناس، ده ما بيحبنيش وأنا اديت له ما ادانيش، وأنا بدي الناس ما حدش بيسأل فيا. أنت مش بتدي للناس، أنت بتدي للمولى سبحانه وتعالى، فبيجي لك بتبقى قناة عطاء. فلما أنت تبقى حب بتدي حب للناس، فلما تدي حب للناس خد بالك من الحتة اللي جاية دي، طالما أنت اديت الحب يبقى استقبلت الحب، فأنت أصبحت قناة وصل، فأنت استقبلت الحب ثم أعطيت الحب، ولما أعطيته لازم تاخد أكتر، لأن أنت أصبحت قناة وصل. فاللي أنت بتديه لازم تاخد منه أكتر. للمولى سبحانه وتعالى الله عز وجل أكرم الأكرمين. الحب ربنا علمه لنا أكتر من كل حيوانات التانية. عمرك شفت أسد بيقول للأسد ده قاعد يقول على فكرة أنا بحبك؟ مفيش، بيتحرك. أنت تعرف معنى الحب وبتحب إزاي ويعني إيه حب، يبقى لازم تحبه من قلبك. خد بالك كل حاجة كويسة حصلت في حياتنا كانت طلعت من منطلق الحب. فعارف لما يقول لك في عيد الحب، احنا كل يوم عندنا عيد، ليه نستنى عيد لما بعيد الحب؟ وجابوا لنا ناس اجانب من بره، من فالنتينو. ده فالنتينو ده كان مصيبه. انا عايز احتفل بعيد الحب، انا عيد الحب ان انا لسه عايش وان الله سبحانه اداني يوم جديد. طالما اداني يوم جديد يبقى عندي فرصه ان انا اقرب منه عز وجل واحب خلقه فيه. عارف ممكن تلاقي قطه كده ماشيه في الشارع وتبقى فعلا من هذا منطلق الحب تجري على الناس، فحب الناس من قلبك في الله، هتلاقي نفسك الله سبحانه وتعالى حط هذا الحب جواك، يبقى ربنا عز وجل أكيد بيحبك. وافتكر أن اللحظة دي والله ممكن تكون آخر لحظة في حياتك.
فعيشها بحبك لله سبحانه وتعالى. هتلاقي من هذا المنطلق ربنا يملاك حب فتحب الناس مهما حصل. حب الناس وسامح أول بأول، فحب من قلبك، حب في الله، حب زي ما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن هنا عيش بالكفاح وعيش بالفعل وعيش بالحب. شوف جات كم مرة، وقدر قيمة الحياة. واشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا كلام وصدقنا عشان سهل وعلى هوانا، ما دورناش وراه وازاي ما نتأكدش دي أمانة. أحب إيه وأحب إزاي؟ السؤال ده يا جماعة قبله في معلومة لازم كل واحد فينا يحفظها زي اسمه. قبل ما أقول أحب إيه وأحب إزاي لازم أعرف إن أنا لو قدرت أحب يبقى أنا مليان حب من ربنا. لو قدرت إن أنا أحب اللي حواليا يبقى أنا خدت حب من ربنا ملاني بيه وبدأ يفيض على اللي حواليا. لو أنا مش قادر أحب عمري ما هتحب. فلو أنا مش محبوب يبقى أنا مش عارف أحب، يبقى أنا ما عنديش حب جاي لي من فوق. خلوا شعار خدعوك فقالوا ما فيش حد بيحبني النهاردة، خلوا الشعار أنا الحب. أنا اللي هكون حب ماشي في وسط الناس. ما تقوليش أنت إزاي تحب، أنا الحب. في حد يسأل الحب أنت إزاي بتحب؟ ده هو الحب كل حب، بيحب كل حاجة. يحب الجماد والحيوان ويحب الناس ويحب الأول نفسه.